يا مساء الفل عليكم او صباح الفل ايا كان الوقت اللي انت بتشوفني فيه. من الحاجات اللي كلنا بنقع فيها هي فكرة لو زي ما احنا عارفين حرف شعلة في الجو. كتير مننا بنقعد مع نفسنا كده ونقعد نفتكر بقى الذكريات والامور اللي فاتت والماضي كله، ونقعد نقول بقى ايه لو. يا سلام، لو رجع بيا الزمن لورا كنت عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وسويت كذا وما كنتش عملت كذا و عاوز افاجئك واقول لك انك لو رجع بيك الزمن لورا انت هتعمل نفس اللي انت عملته، وهتمشي نفس الرحله اللي انت مشيتها، نفس الخطوات، نفس الاختيارات، نفس التجارب، نفس كل حاجه. كل حاجه تيبيكال هتكررها زي ما هي. عارف ان ده ممكن يكون حاجه مفاجاه او صادمه بالنسبه لك، بس ده اللي هيحصل. ليه؟ لان بمنتهى البساطه انت لما هترجع بالزمن لورا عشان قرار معين انت عاوز تغيره او طريق معين مش عاوز تاخده وتاخد طريق تاني، فانت هترجع لنفس النقطة اللي انت كنت واقف عندها ساعتها، وهترجع من غير الخبرات اللي انت واخدها معاك دلوقتي، اللي انت وصلت لها دلوقتي. انت هترجع من غيرها، هترجع لنفس النقطة. فبالتالي الخبرات اللي عندك دلوقتي والعلم اللي عندك دلوقتي والنضج اللي عندك دلوقتي لما ترجع بالزمن لورا مش هيرجع معاك. ما هو انت مش هترجع بالزمن لورا ومعاك الكلام ده كله، لا انت كده هتبقى طفس يعني، معلش يعني. فانت هترجع بالزمن لورا لغاية النقطة اللي انت كنت واقف عندها، وبالتالي انت هتختار نفس الاختيار. طب ليه هختار نفس الاختيار؟ لان محدش بيحب يضر نفسه. يعني انت اكيد وانت بتختار الاختيار ده كان الاختيار الامثل والمناسب بالنسبة لك، والاختيار الاصح بالنسبة لك، سواء بقى اختيار او قرار ليه علاقة بحياتك العملية، حياتك الشخصية، شغل، دراسة، جواز، ايا كان القرار اللي انت خدته. فطبيعي انت في اللحظة دي وانت بتختار القرار ده انت ممكن تكون قعدت تفكر يعني اسبوع كامل، وسألت فلان وعلان وسألت طوب الأرض وصليت استخارة وفكرت مرة واتنين وتلاتة وعشرة، وفي الآخر خدت القرار ده اللي هو ساعتها من وجهة نظرك كان أصح قرار بالنسبة لك. كونك بقى بعد كده بعد التجربة ما خلصت بسنة اتنين تلاتة أربعة عشرة وانت اكتشفت ان ده القرار ده ما كانش سليم، فدي معرفة ونضج حصل نتيجة الخبرات اللي انت خدتها على مدار السنين اللي فاتت. الخبرات دي ما كانتش موجودة عندك ساعتها، فما تلومش نفسك يعني، خلاص ما تحملش نفسك فوق طاقتها. خلاص اللي حصل حصل. تجربة، اختيار حصل، الاختيار ده جه وراه تجربة، التجربة دي طلعت منها بنتائج وبخبرات. هي دي الحياة، اختيارات، تجارب، خبرات، اختيارات، تجارب، خبرات، خلصنا. بس يعني انت مش مطالب زي ما قلت قبل كده بأي نتائج، انت بتاخد بالأسباب مش أكتر. كون بقى الأسباب دي وصلت بيك لطريق مش موفق بالنسبة لك، فهو يبقى موفق في حاجة تانية. انت كده كده مأجور على السعي ده. يعني انت فكك بقى من اللي هيحصل بقى بعد كده، دي مش بتاعتك بقى. فانت لو رجع بيك الزمن لورا هتعمل نفس اللي انت عملته بالظبط. الحاجة الوحيدة اللي انت المفروض تندم فيها على قرار انت خدته في حياتك فهي فكرة انك تعصي ربنا. لان من شروط التوبة اصلا الندم على المعصية اساسا، انك مش هترجع لها تاني. فدي الحالة الوحيدة اللي انت ممكن تندم فيها على حاجة انت عملتها في الماضي. لكن ما دون ذلك خلاص يا معلم، خلاص اللي حصل حصل يعني خلاص. لا تبكي على اللبن المسكوب، خلاص اللبن وقع وخلصنا. هنعمل ايه بقى؟ هنفضل قاعدين نعيط جنب اللبن؟ ما خلاص نتعلم منه بقى. ده اللي انت تستفيد بيه. ما تفضلش انت بقى محصور في فكرة لو حصراك في الماضي وسايب المستقبل بتاعك وسايب الحاضر اللي انت عايش فيه. انت كده لا هتعيش لا حاضر ولا مستقبل، انت هناك، انت يعني انت مسافر، انت بعيد قوي. فاحنا انت بتتعلم من التجربة بتاعتك. لا تبكي على اللبن المسكوب، اللبن وقع وخلاص وخلصنا. تتعلم بعد كده منه ايه بقى؟ لا والله ده المفروض كنت امسك الازازه بالشكل الفلاني، اصل هي من فوق بتزحلق، فالمره اللي جايه امسك الازازه صح فما تقعش تتكسر مني فاللبن ما يتدلاش. نفس الحكايه، تجربه وعدت خدت منها خبرات. لو اتعرضت لحاجه شبهها فيما بعد خلاص انت عرفت ازاي هتتصرف في الموقف اللي زي ده. بس كده. فانت ما تحصرش نفسك في فكره لو، عشان خلاص بقى يعني الدنيا اسرع من كده بكتير. يعني الناس هتعدي جنبك طارت وانت لسه لو. يا سلام، خليك بقى، خليك في لو بقى يا معلم بقى. هجي لك انا بعد شويتين تلاتة اسلم عليك واكمل. ففكك بقى من الكلام ده بقى. لما تجيلك فكرة لو انت قاعد كده مع نفسك لو، خلاص اقطع عليها كده، ماشي شكرا. فكر بقى في الحاضر، فكر في اللحظة اللي احنا فيها وهنعمل ايه بكرة ونشوف ايه دنيتنا. بس كده. اشوفكوا على خير. السلام عليكم.